نظرية انا مش جعان. فاكرين احمد حلمي في فيلم اكس لارج لما قرر ان هو يخس وراح فعلا وخد القرار ده؟ قرار انه يعمل حاجة عكس رغبته، حاجة مش حاببها، كان صعب عليه انه يعملها، ولما خاله نصحه رفض، ولما حبيبته سابته لنفس السبب ما اهتمش، وفضل يعمل حاجة بتأذيه لمجرد انه بيحبها. بس في وقت من الاوقات ما قدرش يضحك على نفسه، وقرر انه يغصب على روحه ويعيش مرارة التجربة بس علشان يكون افضل نسخة من نفسه. وهنا نقطة تحول، قرار صعب في وقت صعب، بس هو الصح وهو المنطقي. لما جاي ينفذ القرار الصعب راح لصاحبه وقال له انا جيت لك عشان تمنعني عن اي حاجة تخليني اكل، علشان فعلا انا عايز اخس. وبالوقت والسعي والصبر قدر انه يخس، قدر انه يبقى واحد تاني. المفاجأة والنتيجة، الاستغراب كان مرسوم على وشوش كل الناس اللي كانت حاضرة. هو ده فعلا مجدي؟ ده مجدي اللي احنا نعرفه؟ هو ده مجدي فعلا، بس لما قرر انه يحب نفسه ويمنع عن نفسه حاجة هو كان بيحبها بس كانت مسببة له اذى، مشكلة في حياته، ومسببة له خنق او زعل، لمجرد انه بيحبها قرر انه يفوق وياخد خطوة، وفعلا وصل للنتيجة اللي ما كانش متخيل ان هو هيوصل لها. ما بقاش جعان. اتمنى الرسالة اللي بين السطور تكون وصلت، وما تنساش اسمعها تاني.